مساء الخير حبايبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جالي سؤال مهم جدا، بيقولوا لي عايزين نعرف اكتر عن زيت الخروع. طبعا انا وعدتكم في الفيديو اللي فات بتاع التساقط ان انا لازم اتكلم معاكم عن زيت الخروع اللي انا بستخدمه، وبس ايه استخداماته بالظبط، ايه الحاجات اللي انا بعملها بيه. ده كله هنعرفه النهارده في الفقرة بتاعتي سهليها تتسهل. زي ما انتوا عارفين اخر فيديو اتكلمتوا عنه عن التساقط بتاع الشعر، فمن ضمن ان انا اتكلمت عن تساقط الشعر والماسك اللي انا عملته هتلاقوا الفيديو موجود تحت. بما انه موجود، طبعا في ناس كتير اتفاعلت معاه لاني انا من ضمن المجموعه او من ضمن العجينه اللي انا عملتها عشان حطيتها على شعري، او الماسك اللي انا عملته، فممكن تشوفوه في الفيديو. حطيت فيه زيت الخروع، ففي ناس قالوا لي ايه موضوع زيت الخروع معاكي؟ انت بتستخدميه في ايه؟ زيت الخروع مثلا استخدمناه قبل كده ولقينا ان هو صعب او ريحته وحشه او تقيل قوي او بيطلع الشعر. فانا هقول لكم كل التفاصيل اللي انا اكتشفتها في زيت الخروع، وكتير كتير كتير فادني في حاجات كتيره جدا. بس تابعوا الفيديو. اويل او زيت الخروع، بس زيت الخروع هتكلم عن نوع معين من زيت الخروع. زيت الخروع اللي هو معصور على البارد، اللي هو الاورجانيك، الاورجانيك المعصور على البارد. فهو ده مختلف تماما عن زيت الخروع التاني البديل اللي هو العادي. فزيت الخروع التاني البديل العادي بيبقى اولا ريحته مش حلوه، ثانيا مفعوله بيبقى في حاجات معينه وحاجات معينه لا. فلو انت عايزه توصلي للنتيجه او للفوائد اللي انا هحكي عليها دلوقتي، يبقى لازم تجيبي زيت الخروع الاورجانيك اللي معصور على البارد. النوعيه دي الكاستر اويل، انا صراحه جايبه من امازون. فهو بصراحه ممكن تاخدي منه، احفظي الفيديو وخدي سكرين شوت، وممكن تجيبيه هتلاقيه من على امازون. بصراحة ده نوعيته يعني تقريبا انا مخلصة، فاضل بس تقريبا لغاية هنا او شيء زي كده. استخدمته استخدامات كتيرة جدا، وبصراحة فادني في حاجات كتيرة قوي. من الفوائد اللي انا هحكي لك عليها، اول شيء واهم شيء هتكلم عنه عن زيت الخروع، وده السبب اللي خلاني ان انا اشتريته وجبته وابتديت ان انا استخدمه. اول حاجة ان زيت الخروع فيه نظام معين صحي جدا بيتعمل، والفترة دي في اجانب كتير عاملينه، وحتى في اجانب كتير متكلمين عن نفس الموضوع. فعشان كده انا حبيت ان انا اجربه بنفسي الاول لمدة تقريبا 3 شهور، وبعدين لما خدت النتيجة ابتديت ان انا احكي لكم عنه. تمام؟ زي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا اجرب الحاجة على نفسي الاول وبعدين احكي لكم عنها. وبعدين اهم شيء عندي ان انا استخدم حاجات الاورجانيك، بتظبطي جسمك من الداخل، فده بيعكس على الخارج. فده اهم حاجه. المشكله ان انت تقدري ان انت تستخدمي سكين كير وي 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 وحاجات خارجيه، لكن من الداخل في حاجات غلط كتير. فالمفروض ان انت تستخدمي حاجات تفيد. دلوقتي هتكلم لكم على كل فايده والتفاصيل، واللي انا عملت ايه في الفوائد دي، او اكتشفتها ازاي، او عرفت عنها ايه. فكل ده هحكيه لكم دلوقتي. الخروع وخدتي منه قطرات وحطيتيها على منطقة الكبد على اليسار، لو حطيتيها بشكل دائري على منطقة الكبد وعملت لها مساج كويس جدا، ده بيفيدك ان هي بتوصل للكبد من داخل، بتزيل كل السموم، ازالة كل السموم اللي موجودة في الكبد. فبالتالي ان هي بتعمل لك ديتوكس، فبالتالي بيبقى الكبد عندك الى حد ما حاولتي ان انت توصلي له. في طبعا حاجات تانية، مشروبات وانواع حاجات مختلفة، انا برضو هبقى احكي لكم عنها، زي العصاير الديتوكس. لو عايزينه اكتبوا لي في الكومنت وانا اعمل لكم فيديو يخص العصاير الديتوكس اللي انا استخدمتها لتنظيف الكبد والمعدة. فبرضو دي من الحاجات اللي حلوة قوي. وكمان عصاير ان هي تعكس النضارة على البشرة، دي كمان استخدمتها وحلوة قوي. برضو لو عايزين اكتبولي في الكومنت. فدلوقتي لو انتي استخدمتي القطرات من زيت الكاستر على منطقة الكبد، فبالتالي ان هي
بتزيل كل السموم اللي موجودة على الكبد، فبتزيل نسبة تقريبا 50-60%. والكلام ده مش كلامي أنا، الكلام ده أنا واخداه من دكاترة كتير أو سمعته من دكاترة كتير ومعروفين. فالنتيجة دي حسيتها بعد ما أنا شفت الفيديو، كمية الفيديوهات اللي أنا شفتها. تقريبا الفيديو عايز له بارت تاني لوحده. المهم، دي أول فايدة. تمام، ان نتكلم على الفايدة التانية. طيب ايه فايدة ان السموم ان هي تخرج من الكبد؟ هتفيدك انت في ايه؟ بتخرجي السموم من على الكبد، فبالتالي انت بتزيلي الشحوم والسموم اللي موجودة على الكبد، فبالتالي دي عاملة لك اصلا زيادة في الوزن. فلما بتعملك زيادة في الوزن او مثلا انتفاخ في المعدة، انتفاخ في البطن، فدي كلها بتبقى دهون مش كويسة موجودة في البطن أو في المعدة أو على الكبد. فأنت لما بتستخدمي الزيت بعد كده، الدهون أو السموم دي بتروح من على الكبد، فبالتالي إن هي بتزيل السموم، فبالتالي السموم دي عبارة عن دهون. فبالتالي لما أنت بتزيلي دي، بتحسي بعد كده الانتفاخات قلت، السموم اللي في الجسم قلت، الدهون نفسها نزلتي في الوزن. جربي ان انت تستخدميه وشوفي الوزن بتاعك قبل كام وبعد كام، وهتحسي بنتيجة فورية. تاني حاجة هتكلم عليها عن الكاستر اويل او زيت الخروع، ان انتي ممكن تستخدميها على بشرتك. مش ان هو تستخدميها بشكل يومي، بس ممكن على الاقل اتليست مثلا مره في الاسبوع. فدي حلوه قوي، ان بتزيل من التصبغات، بتزيل النمش الى حد ما، بس طبعا مع الاستمراريه. طبعا الخطوط الدقيقه والتجاعيد المبكره بتبتدي ان هي تعمل لها ستريتش وتعمل لها ليفتنج للبشره. فدي من الحاجات اللي حلوه قوي اللي انا اكتشفتها مع استخدامي كل فتره او كل اسبوع. بعمل سكراب، بعمل ماسكاتي، بعمل كل حاجه، وباجي في النهايه احط الاويل بستخدمه. فبصراحه روعه روعه روعه. تالت حاجة كمان بستخدمه اندر اي للاسمرار اللي حوالين العين. فبعد ما بخلص السكين كير بتاعي، ففي النهاية خالص تماما باجي تحت العين وبحط شوية من الزيت الخروع الأورجانيك، وبحطه تحت العين شوية. مجرد ما بحطه وبنام، بصحى الصبح بحس بإشراقة مش طبيعية تحت العين، وبحس إن الهالات السمراء هديت بشكل مش طبيعي. فانتي ممكن تستخدميه برضو، هتلاقي فيها نتيجة فورية. الحاجات اللي انا استخدمتها للكاستر اويل، ان هو طبعا بيعالج تساقط الشعر. فانا كمان بعمل ايه احيانا، مثلا بعمل زي ماسك بحط على الجذور بتاعه الشعر عندي قبل مثلا الشاور بساعة ولا شيء. بحط مثلا في الجذور بتاعة الشعر وبعمل مساج، او بجيب الرولر او المساجر اللي هي تبع الشعر، وبعمل بيها لمدة مثلا 5 دقايق 10 دقايق، وبسيبه لمدة ساعة على شعري. بحط عليه بونيه او بلاستيك، وبعدين بسيبه ساعة وباخد شاور عادي. طبعا في نهاية الشعر ممكن تحطي له زيت جوز الهند، او ممكن تحطي له فزي ما قلت لكم بتاخدوا بس قطرات منه، بتستخدموها على الجذور بتاعة الشعر، وبعدين بتعملوا مساج، او بتجيبوا مثلا مساجر او الرولر وبتستخدموها شوية، وبعدين بتسيبوه لمدة ساعة. بتحطي بونيه او بتحطي بلاستيك على شعرك وبتسيبيه لمدة ساعة. وبالنسبة لنهاية الشعر، بتستخدمي مثلا اذا كان زيت جوز الهند، او مثلا زيت الارجان. بتستخدميه ادام هو النهارده يوم الزيوت، فبتستخدميه للمنبت وكمان لنهاية الشعر، وبتخليه مع بعضه لمدة ساعة، وبعدين بتغسلي شعرك. بس اهم شيء ان انت ما تخلوش مدة طويلة. طيب هيجيني سؤال، هيقولوا لي طب دلوقتي انت لما تستخدميه على الوش ما بيطلعش الشعر زي ما بيطلع على؟ لا طبعا ما بيطلعش الشعر الوش، او مثلا بيبقى شعر الوش بيبقى طبيعي الطبيعي بتاعه، لكن ان هو يطلع لك شعر في الوش زي ما يكون ما بيطلع في الشعر، هو هنا بيوقف التساقط، لكن ملوش علاقة بتطويل الشعر. تمام، هو بيوقف التساقط، يعني ما بيخليش شعرك يتساقط، لكن ما ملهوش علاقة بتطويل الشعر خالص. تمام، فهو علشان كده انت ممكن تستخدميه على شعرك، ممكن تستخدميه على وشك، فهو وشك ما فيهوش حاجة اسمها تساقط، فكده كده اصلا مش هيطول، فهو ملوش علاقة بتطويل.
نرجع لمرجوعنا، وزي ما قلنا ان ممكن تحطيه على الجسم كمان، ان انت عملتي مساج على الكبد، وممكن كمان تحطيه جوه السره بتاعه البطن. انت ممكن تستخدميه على سره البطن. خلينا نكمل كلامنا في الموضوع ده. سهله جدا ان انت لما تستخدمي مثلا تستخدمي دروب او تستخدمي اتنين، تمام، تستخدميهم وتحطيهم داخل السره بتاعه البطن. فدي كمان بتساعد جدا ان هو يصل البرودكت، بيوصل باقصى سرعه للجسم نفسه. كمان لما بتحطيه على منطقه المعده والبطن والجناب والظهر، بيعمل حاجه كويسه جدا، ان هو بيخلي لك البشره نفسها تبقى عامله زي بشره البيبي. فيك ان انت تستخدمي مثلا، في عندي زي هوريها لك دلوقتي، تستخدمي زي كده. دي طبعا دي للجسم مثلا، للظهر او للبطن. فانت زي المساجر ممكن تستخدميها على الجسم من بعد ما انت تحطي الزيت، بس تستخدميها. فبكده بتخلي الجسم الاستفادة الكاملة من بعد ما تحطيه في منطقة السرة، وتستخدميه على كامل الجسم والجناب والمعدة. فكمان حلو انا جبت نفس الشيء ده، بيستخدموه كمان، بيحطوه على الجسم من بعد ما انت تحطي الزيت. حاجة زي كده، خلصتي ان انت حطيتي الزيت وعملتي المساج بالجهاز اللي قلتلك عليه او الخشب اللي وريتهولك، بعد كده بتحطي دي وبتنامي بيها. بتصحي تاني يوم بتحسي ان الجسم اختلف تماما، والملمس بتاع الجلد بقى عامل زي الاطفال. هو مش لازم تبقى ستريتش قوي او لازم تبقى مقفوله، بس اهم حاجه دي بتخلي لك المنطقه تبقى دافيه، لانه كده بيتعمق جوه الجسم. وفي نفس تيب تانية بعملها احيانا، مثلا مش هحط اللي هو الحزام اللي انا وريتهولك. كمان في عندي ده، دي زي الاسترتش او زي القرص. القرص ده كمان ممكن، هو اصلا قرص فحم، تمام، زي قرص الفحم. دي تعتبر ان انت بتلزقيها على السره، تمام. فده يعتبر قرص فحم. فالقرص الفحم ده ممكن، ده كمان بيفيد جدا. الفحم كمان بيمتص السموم من جوه جسمي، فده بستخدمه وبحطه على منطقه السره. فده بيسحب لك السموم كلها من فين؟ من البطن والمعده. فانتي ممكن بعد ما انتي تستخدمي الزيت كامل، كمان بعد ما انتي حطيتي جوه سرتك الزيت، ممكن كمان تحطي كم قطرة تحطيهم على نفس القرص. فبكده يبقى انتي بتعملي كذا حاجة، بتلعبي اللعبة صح. ان انتي بتخلي السموم بتزيليها بالفحم، وفي نفس الوقت بنفس الطريقة، في نفس الوقت بتخلي كمان بتزيل السموم بتاعة الكبد والمعدة والقولون وي 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 وحاجات، فوائد كتيرة جدا بالدي. فانتي بتلزقيها من بعد ما حطيتي الزيت داخل السرة، وحطيتي كام قطرة على دي وحطيتيها لزقتيها. فيكي بقى دلوقتي ان انت تحطي الحزام او لا، زي ما انت عايزه، تمام. فكده قلنا كذا فايده موجوده للكاستر اويل، للشعر، لتحت العيون، للبشره، للمعده، للكبد، لللوز ويت او انقاص الوزن. فاضل حاجه اخيره هقول لكم عليها، دي كمان حلوه قوي 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 وهتفيدكم جدا جدا جدا. دي حاجه خطيره جدا وهتعجبكم قوي. عندنا الام في العظام، عندنا بنحس ان شويه ان العظام مثلا عملنا مجهود وحسينا ان عندنا الم، او زي ما بيقولوا روماتيزمات او وات ايفر. فانتي برضو بتجيبي الكاستر اويل وبتعمليه، بتحطي نقطتين على ايدك وبتعملي وورم كده، بتخليه ان هو يدفى شويه. وبعدين بتحطيه على المناطق اللي هي فيها عظم، اللي مثلا العظم بتاعها بيوجعك او وات ايفر، بتحطيها مثلا على المناطق وبتعملي لها مساج، تمام. وبتخليها على المنطقة دي، يا إما بتحطي حزام، يا إما مثلا بتخليها زي ما هي وبتنامي. بتصحي تاني يوم ما بتحسيش بالألم ده موجود، ألم المفاصل، ألم العظام. فدي حلوة قوي كمان الفكرة دي، أنا جربتها لأني دايما أنا عندي مشكلة هنا في المفاصل دي. فأنا كل ما بتبقى وجعاني قوي، طبعا الكالسيوم، باخد مغنيسيوم. المغنيسيوم طبعا مهدئ للعظام.
وفي نفس الوقت الكالسيوم مقوي للعظام. فانا باخدهم مثلا قبل ما انام او طول اليوم. الاويل ده ان انا بعمله وورم او مساج للمنطقة اللي هي مثلا بتوجعني، وبعدين تاني يوم بلاقي ولا شيء وكأني مش حاسة بأي حاجة، وفادني جدا في الموضوع ده بالذات. فدي كانت الحاجات. كمان حاجة أخيرة ممكن تستخدميها طبعا للرموش وللحواجب. أنا استخدمتها، زي ما قلت لكم هو مش بيطول بس بيحافظ. فانتي لما تستخدميها وبيحافظ على الرموش وعلى الايبرو او الحواجب، فدي كمان افادة حلوة قوي قوي قوي. بكده اكون نهيت الفيديو بتاعي. انا عارفة ان انا طولت عليكم، بس طبعا لازم اديكم من قلبي كل التفاصيل اللي موجودة او كل الحاجات اللي انا اعرفها عن الموضوع ده. احفظوا الفيديو عندكم وجربوا النصايح اللي قلتها لكم. بجد بجد هتعجبكم جدا، وده انا جايباه من دكاترة عظام ومعروفين جدا. علشان كده انا جبت لكم خلاصة الكلام كله من عرب ومن اجانب ودلوقتي لكم. شكرا حبايبي على مشاهدة الفيديو، واشوفكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. واي شيء عايزين تسألوني عليه ابعتولي في الكومنتات وانا برد عليكم حالا.